هنا هيبقى شعائر تأسيس المعبد لما بيأمر الملك الحاكم ببناء معبد جديد لواحد من الآلهة أو الآلهات. تبدأ الاستعدادات للقيام بالشعائر الخاصة بتأسيس المعبد دوت. كانت بتبدأ لما يكون القمر هلالا في أحد شهور فصل ألبرت، هو فصل الشتاء، أو فصل الحصاد في السنة المصرية القديمة. من أقدم النقوش المعروفة لينا واللي بتشير لبعض الشعائر الخاصة بتأسيس المعبد نقش محفور على عضادة باب من الجرانيت بترجع لعهد الملك خع ساثموي من ملوك الأسرة الثانية، والاحتمال كبير ان الشعائر دي ترجع الى عهد بداية الأسرات على الأربعة. يبدأ الاحتفال بشعائر تأسيس المعبد في ليلة بيكون القمر فيها هلالا بوصول موكب الملك الحاكم أو الملكة، ده بعد اختيار المكان المناسب لبناء المعبد، تسوية أرضيته، تنظيفها، تجهيزها بكل ما يلزم من أشياء، أدوات ومعدات وقرابين خاصة بهذه الشعائر. في مراحل مختلفة للاحتفال بشعائر تأسيس المعبد هنلخصها. نقول إن بيقوم الملك ومعه كاهنه، بتمثل الآلهة سشات إلهة الكتابة، بتحديد مساحة المعبد، وده بتثبيت 4 قوائم في أركانها الأربعة ابتداء من الشمال للجنوب، بعد كده من الشرق للغرب، وبيمد بمساعدة الآلهة ساشات حبل بين القوائم الأربعة. الطقوس دي معروفة باسم مد الحبل. بيقوم الملك بوضع ودائع الأساس في حفر نظيفة بها طبقة من الرمال الطاهرة جهزت لهذا الغرض في كل ركن من أركان المعبد أسفل الأبواب، وفي أماكن مختلفة أسفل جدرانه الخارجية. ودائع الأساس غالبا ما بتشمل كقربان، حبوب، زيوت، فواكه، لحوم، غالبا بتكون فخدة عجل وعدد من ضلوعه، بجانب نماذج مصغرة مما يستخدم من الآلات والأدوات بتسجل عليها اسم الملك اللي أمر بتشييد هذا المعبد، بالإضافة إلى قليل من المعادن، الأحجار الكريمة، مجموعة من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام والأغراض، صنعت من الفخار والأحجار، ما اصطلح على تسميته بالإشاني. أما الهدف من القربان دون فأغلب الظن لحماية المبنى من الأرواح الشريرة، جذب الأرواح الخيرة إليه. وبيقوم الملك بشعائر تقديم القربان المعروف
معروف باسم حنقد، اللي يبدأ أولا بالتطهر بالماء والبخور وبعد كده تقديم القربان، واللي بيشمل على رأس عجل، رأس أوزة أو أوزة فصلت رأسها عن جسدها. أحيانا بيشمل رأس عجل طلوعه أوزة مسبوحة رأسها بين قدميها، ويقوم الملك أو الملكة بصنع لبنة، وده وضع الطمي المعد لذلك داخل مستطيل خاص بتشكيل الطوب باللبن، يتركها تجف علشان يقوم بشعيرة أخرى. بعد كده تستخدم اللبنة دي كحجر الأساس لهذا المعبد. بيقوم الملك بعزل الأرض في الأماكن اللي وقف فيها من قبل علشان يثبت قوائم الأركان. يعرف هذا الطقس باسم باتا، أي عزل الأرض، ويشير العمل دون إلى القيام بعمل الأساسات الخاصة بالمعبد. بعد كده بيقوم الملك بشعيرة إلقاء الرمال داخل حفرات ودائع الأساس لملئها. ياخد الملك اللبنة واللي قام بتشكيلها من قبل علشان يضعها في المعبد، وهو ما نطلق عليه الآن حجر الأساس. لما يقرب الانتهاء من بناء المعبد يأتي الملك للقيام رمزيا بكسوة أو بمحارة المعبد بالجبس، وهي الطرقصة المعروفة باسم ويبسن، أي التنظيف أو التلميع بمادة البست وهو الجبس. الهدف منها كما هو معروف النظافة والتطهير. في صديق لينا بيسألني في موضوع البرزخ إذا كان القرآن صالح لكل زمان ومكان، فماذا عن الزمان والمكان قبل القرآن؟ يعني في تاريخ قبل تاريخ نزوله نزل في 610 ميلاديا في غار حراء. الفترة اللي قبل كده ده اللي بنحاول نقوله لرامي نبيل صديقنا، ما تدخلش القرآن في التاريخ. التعليق الثاني بيسألني لو نزل الإسلام على أرض اليابان كان هيبقى الكيمينو هو اللباس الشرعي الإسلامي، الأكل بالأعواد الخشبية سنة مؤكدة، ولقام البعض بمدح وشرب بول الباندا. ادي تعليق تاني بسبب رامي نبيل. التعليق الثالث لا ده مش هنقوله اصلا. والطرقصة الأخيرة في شعائر تأسيس المعبد هي طرقصة افتتاح المعبد، تكريسه للإله المعبود. هي الطقسة المعروفة باسم إعطاء البيت لسيده. كانت بتتم فجر ليلة رأس السنة المصرية، تبدأ بإشعال المشاعل فجر اليوم الأول من فصل الآخر.